تدرس اي اي عن طريق كورسات ببلاش. ما ينفعش تبقى قاعد وسط عالم اكبر رجال الاعمال فيه بيتخانقوا بالذكاء الاصطناعي، ودول بتعمل مؤتمرات وجامعات بتفتح اقسام جديده، وانت ولا هنا. طب تخيل ان شركه اي بي ام عملت 3 كورسات مجانيين هدفهم يدخلوك مجال الاي اي من الصفر، ويفهموك مصطلحات زي ديب ليرنينج ونيورال نتوركس، ويعلموك بايثون ويخلوك تعمل شات بوت وغيرها كتير. لا وكمان المحاضرات مترجمه بالعربي، تقدر تاخدها في اي وقت ومش محتاجه اي خبره في البرمجه. تحفه. دوس على انرول فور فري وبعدين انزل تحت اختار ساين اب، املى بياناتك واختار جوين فور فري، بعدها دوس تاني على انرول فور فري، انزل تحت واختار نيكست، واخيرا انزل تحت ودوس على اوديت كورس. وكده يتفتح لك كل الماتيريال اللي في الكورس ببلاش، بس لو عايز شهاده هتحتاج تدفع. ولا اقول لك دوس على فاينانشال ايد افيلبل وهتملى ابلكيشن مش هياخد 10 دقايق، وفي خلال اسبوعين هيبقى معاك الكورس ببلاش. الجزء ده مختلف شويه لان الكورسات فيه هتبقى من جامعات دوليه زي اوكسفورد، MIT، هارفارد وغيرهم، وبيتكلموا عن الذكاء الاصطناعي في المجالات الصحيه، الماليه، البيزنس وحاجات كتيره قوي. وطبعا الكورسات دي في العادي بتبدا من كام الف دولار، فتعالى اقول لك ازاي تاخدهم ببلاش. اختار الكورس اللي انت عايزه بس لازم يبقى لونه ابيض، ودوس على انرول، بعدها دخل بياناتك واعمل اكونت جديد، دوس على سكيب فور ناو، بعدها كونتينيو تو EDX، وهنا بيقول لك لو حابب تاخد شهاده ادفع، لكن احنا الاثنين عارفين انك هتنزل تحت وتختار الاوبشن اللي هيديك الكورس كله فور فري. اول ما تدوس عليه هيتفتح لك الكورس كله ببلاش. قبل ما تروح تصرف فلوس قد كده في very professional AI courses لازم تفهم ايه هو مجالاته وتطبيقاته في حياتك، وهل انت فعلا عايز تدخل مجال زي ده ولا لا. فتعال نجرب في حاجه ببلاش. عندك مثلا الكورسات اللي عاملاها موقع يوديمي عن حاجات زي ماشين ليرنينج، بايثون، ازاي تعمل شات بوت وغيرها كتير، وتختار الكورس اللي انت عايزه من المجموعه اللي فوق وتدوس على انرول ناو. المفاجاه بقى اني قلت لك الكلام ده في فيديو اول السنه وانت ما خدتش الكورس، فقول لي مستني لغايه امتى؟ بس كده كان معكم ملك حاتم.